مساء الخير. انا المرشده السياحيه دي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. وما تنساش تعمل اشتراك، صدقني زرار الاشتراك ما بيكهربش ومش بفلوس ومش هتخسر حاجه، بالعكس انت هتحاول ان انت تساعدنا ان القناه تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. والنهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا وهو شباك حبيبي. تم عرضه يوم 2 سبتمبر 1951، مدة عرضه 115 دقيقة. الفيلم من إخراج عباس كامل وتأليف عباس كامل. أما عن طاقم العمل فهو نور الهدى، عبد العزيز محمود، أنور وجدي، مريم منيب، عبد الفتاح الأسري، محمود شكوكو، وعزيز عثمان، فريد شوقي، محمد كامل، زينات علوي، سامية رشدي، وسوريا فخري. قصة الفيلم إن نور الهدى طالعة بمنظرين، واحدة غلبانة جدا وواحدة غنية جدا. الغلبانة دي ممرضة بسيطة جدا عايشة في حارة شعبية، بتحب جارها النجار وخطيبته. أما الشخصية التانية فهي عايشة في قصر فخم جدا ومعاها فلوس، ولكن واحد ضحك عليها وخلفت منه بنت، والبنت دي مخبياها عن الناس وبيحاول ان هو ياخد منها فلوس كتير. كل شوية بيحاول ياخد منها فلوس، اللي هو اديني فلوس عشان ما اقولش على السر ولا اقولش على الحاجة دي. اتعرفت على واحد حبته جدا وهو انور وجدي، حاولت ان هي تتقرب له، اتقربت له لما جم يتجوزوا طبعا التاني هددها، وهي ما قالتش لحد دلوقتي لانور وجدي ان هي معاها بنت. تعمل ايه؟ العملية بقت معقدة، فلجأت لحيلة بسيطة ان هي راحت لنور الهدى الممرضة دي لما اتعرفت عليها واترجتها ان هي تبقى مكانها. ايوه زي ما سمعت، تبقى مكانها. وبالفعل نور الهدى قبلت، او الممرضة بمعنى اصح قبلت هذا الوضع وبقت مكانها وحاولت ان هي تساعدها. والتانية راحت عند بنتها لان التاني هددها ان هو هيخطف بنتها. والممرضة الغلبانة دي اكتشفت انه يوم الفرح، وانور وجدي هتعمل ايه؟ حاولت ان هي تتلكك بحاجات كتير. ايوه معلش مش عارفه ايه. ايوه بعد قصة طويلة جدا وبعد حكايات كبيرة. وطبعا انور وجدي مش فاهم هي بتتحجج ليه، وهي اتغيرت ليه، طريقة كلامها اتغير ليه، هي بتعمل كده ليه، هو في ايه. طبعا كل ده ما فهمش الا لما نور الهدى التانية اللي هي الغنية حبت ان هي تتصرف وحاولت ان هي تحل مشاكلها، وبالعكس حلتها بنسبة 30%. لكن الفقيرة دي هي اللي حلتها لها كلها ورجعت لها انور وجدي، بس المرة دي رجعته بالحكاية كاملة. يعني ايه؟ يعني صرحته بكل حاجة، قالت له كل الحكاية من طقطق لسلام عليكم، وهو رضي جدا وساعدها وعرف ان هي ما كانش قصدها لما المجرم ده عمل فيها كده، وان هي مش ذنبها حاجة، وبالعكس ربى بنتها. وانتهى نهاية سعيدة جدا ان الممرضة اتجوزت النجار، واني التانية اتجوزت انور وجدي وربى البنت. وكانت قصة حلوة جدا. نستفيد من القصة دي اني بيقولوا ان في ناس عضلات وفي ناس مخ، وصدقني هتلاقي معظم الناس عضلات ومخ الاتنين مع بعض. فما تستهونش بواحد ضعيف جدا سواء مادي او جسدي وتقول ان هو ما بيفهمش او ما بيعرفش يفكر. بالعكس في ناس كتيرة جدا بتفكر بس شكلها ما يديش على كده. وكمان بيديلك نبذة تانية ان مفيش واحد بيعرف يحل مشاكله كلها، ولازم تجيلك حد يساعدك. يبقى الناس لازم تتعاون مع بعض. فصدقني التعاون حلو والوحدة وحشة جدا. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة. ولو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات، وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. سلام.